في 2021 طلع تقرير من منظمة الصحة العالمية بيقول إن 537 مليون شخص من سكان العالم بواقع واحد من كل 11 شخص بيعانوا من مرض السكر، ودي نسبة مش قليلة بالنظر لمضاعفات وأخطار مرض السكر، وده يستلزم منا رفع الوعي في معرفة التشخيص المبكر للسكر والتعامل معاه قبل حدوث أي مضاعفات. أنا دكتور عبد الرحمن جمال شرارة، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مرض السكر من حيث كيفية حدوث مرض السكر وأنواعه وأسباب كل نوع وأعراضه وإزاي بنشخصه ونتعامل معاه بالشكل الصحيح، وهنتكلم كذلك عن مضاعفات السكر لو لم يتم التعامل معاه بشكل صحيح. تابعونا. مرض السكر هو ارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم، وعلشان نعرف ازاي ده بيحصل لازم نبقى عارفين ان البنكرياس فيه خلايا اسمها خلايا بيتا، ودي مسؤولة عن افراز هرمون الانسولين اللي بدوره مسؤول عن انخفاض نسبة السكر في الدم عن طريق تخزين السكر في الدهون والكبد والعضلات على هيئة وحدات جليكوجين لتكسيره فيما بعد واستعماله كمصدر للطاقة. كذلك في خلايا اسمها خلايا ألفا، ودي مسؤولة عن إفراز هرمون الجلوكاجون، وده المسؤول عن ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق تكسير الجليكوجين اللي احنا لسه قايلين انه بيتخزن في الكبد والدهون. فنلاحظ ان الانسولين والجلوكاجون كل واحد فيهم له عمل عكس التاني، وبالتالي بيعملوا توازن لمستوى السكر في الدم. فلو حصل أي ضرر لخلايا بيتا وحصل خلل في إفراز الأنسولين، أو حصل ضرر لخلايا ألفا وحصل خلل في إفراز الجلوكاجون، هيحصل بالتالي خلل في مستوى السكر في الدم والإصابة بمرض السكر. مرض السكر بنقسمه لثلاث أنواع رئيسية: نوع أول ونوع تاني وسكر الحمل. النوع الأول وده له أسباب كتيرة زي العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو التعرض لبعض المواد الكيميائية السامة أو وجود بعض العوامل الوراثية أو المناعية. والنوع الأول ده بيظهر غالبا عند الأطفال أو الشباب، واللي بيحصل فيه إن خلايا بيتا اللي اتكلمنا عنها واللي مسؤول عن إنتاج الأنسولين بيتم مهاجمتها وتدميرها عن طريق أي عامل من العوامل اللي ذكرناها. في الوقت ده البنكرياس بينتج كمية قليلة جدا من الأنسولين أو بيتوقف عن إنتاج الأنسولين بشكل كلي. النوع الثاني من السكر هو الأكثر انتشارا بنسبة تتعدى 90% من مصابي مرضى السكر، والنوع ده منتشر أكتر في سن ما بعد 30 سنة، ولكن وارد يظهر في مراحل عمرية أقل من كده. في بعض الأسباب لحدوث النوع الثاني من السكر زي إن البنكرياس ممكن يكون بينتج كمية كافية من الأنسولين عادي، لكن الخلل هنا في إن الجسم بيكون غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال نتيجة مقاومة الجسم للأنسولين، وبيبتدي مع الوقت يقل إنتاج البنكرياس للأنسولين، وبالتالي المريض في الوضع ده بيبقى أشبه بمريض النوع الأول، فيحصل تراكم للسكر في الدم نتيجة غياب تأثير الأنسولين. في أسباب تانية زي فرط إنتاج هرمون الجلوكاجون اللي بيرفع مستوى السكر في الدم، كذلك الوزن الزايد ونقص النشاط البدني وبعض العوامل الأخرى اللي بتزود من خطر الإصابة بالنوع التاني من السكر. تالت نوع وهو سكر الحمل، وده بيحصل للست الحامل اللي ما تشخصتش بأنها مريضة سكر قبل الحمل، وغالبا بيتم اكتشافه ما بين الأسبوع ال 24 والأسبوع ال 28 عن طريق فحص مستوى السكر في الدم، وبيتم السيطرة عليه غالبا باتباع نظام غذائي وبعض التمارين وأحيانا إبر الأنسولين. ولابد في الفترة دي من المتابعة الدورية لمستوى السكر في الدم علشان ما يحصلش أي مضاعفات تأثر على صحة الأم أو الجنين. أعراض مرض السكر: مريض السكر ممكن ما يظهرش عليه أي أعراض في بداية إصابته بالمرض، بالأخص في النوع الثاني، وأحيانا بيظهر عليه بعض الأعراض زي العطش والجوع والتعب الشديد ونقص في الوزن، كذلك التبول الكتير وتشوش الرؤية وتباطؤ الشفاء من الإصابات، كذلك تباطؤ التئام الجروح والالتهابات المتكررة، أو إحساس بالهرش في كل مكان في الجسم أو تنميل بيحصل في الإيد والرجل. وأحيانا المريض مش بيكتشف مرضه بالسكر إلا لما يحصل له غيبوبة سكر، فلو لقينا الأعراض دي بنتوجه مباشرة للطبيب للفحص والتشخيص. إزاي بيتم تشخيص السكر؟ بنعمل بعض التحاليل زي تحليل سكر صايم، وده بيتم عن طريق الامتناع عن الأكل والشرب لمدة ما تقلش عن 8 ساعات باستثناء شرب المية طبعا. النسبة الطبيعية للسكر فيه بتكون أقل من 100 ملغ لكل ديسيلتر، أما لو لقينا النسبة ما بين 100 ل 126 فده يشير إلى أن الشخص ده في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، أما لو النسبة زادت عن 126 ملغ لكل ديسيلتر فده يدل على الإصابة بمرض السكر. تاني تحليل هو تحليل السكر بعد الأكل بساعتين،
وده عن طريق حساب ساعتين من أول ما ابتديت الأكل وأخدت أي أدوية باخدها. النسبة الطبيعية بتكون أقل من 140، ولو النسبة ما بين 140 ل 200 فده يشير إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر. أما لو لقينا النسبة فيه أكتر من 200 مللي جرام لكل ديسيلتر فده يدل على الإصابة بمرض السكر. ثالث تحليل هو تحليل السكر العشوائي. لو لقينا نسبة سكر الجلوكوز مرتفعة عن 200 مللي جرام لكل ديسيلتر فده يدل على احتمالية الإصابة بالسكر، وبنأكدها بالتحليل التانية. رابع تحليل هو تحليل السكر التراكمي، وهو عبارة عن فحص نسبة الهيموجلوبين السكري في الدم، وده تحليل بنقيس بيه متوسط مستوى السكر في الدم خلال فترة بتتراوح ما بين 2 ل3 شهور. النسبة الطبيعية بتكون أقل من 5.7%، ولو كانت النسبة بتتراوح ما بين 5.7% و6.4% فده يدل على إن الشخص ده في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكر. أما لو النسبة طلعت 6.5% أو أكتر في اختبارين منفصلين فده يدل على الإصابة بمرض السكر، وكل ما زادت النسب دي كل ما زاد الخطر. خامس تحليل بنعمله عشان نحدد النوع ده أول ولا تاني هو تحليل السي بيبتايد في البول او الدم. والسي بيبتايد دي ماده بيفرزها البنكرياس في نفس الوقت وبنفس الكميه اللي بيفرز بيها الانسولين، فمن خلالها بنقدر نعرف كميه الانسولين في الجسم قد ايه. لو لقينا الكميه قليله او معدومه فده يدل على ان السكر من النوع الاول، ولو الكميه عاديه او عاليه فده يدل على ان السكر من النوع الثاني. وضروري جدا نعرف ان الشخص ده مصاب بالسكر نوع اول او تاني. ازاي بنتعامل مع مرض السكر؟ واللي هنقوله ده للاسترشاد فقط وليس للتجربة، ولابد من مراجعة طبيب بطن عامة علشان يقيم الحالة كويس ويدي العلاج والجرعات المناسبة. النوع الأول من السكر بيعتمد في علاجه على الإنسولين مدى الحياة عن طريق الحقن تحت الجلد باستخدام الإبر أو قلم الإنسولين، وبيتم تحديد الجرعة حسب مستوى السكر في الدم وعلى حسب وزن الشخص وبعض العوامل التانية. النوع التاني من السكر بنستخدم فيه بعض الأدوية العلاجية زي الميتفورمين أو السيدوفاج باسمه التجاري، واللي بيحسن عمل الإنسولين اللي الجسم بينتجه وبيقلل من كمية الجلوكوز اللي بينتجه الكبد، وكمان بيساعد على إنقاص الوزن فبيكون أفضل للناس اللي وزنهم زايد. أو بنستخدم بعض الأدوية من مجموعة السلفونيليوريا زي الاماريل او الدايميكرون، ودي بتساعد الجسم على انتاج المزيد من الانسولين لتقليل نسبة السكر في الدم. واحيانا بعض المرضى من النوع الثاني بيستخدموا الانسولين في حالة لو لم يتم ضبط مستوى السكر في الدم من خلال الادوية اللي ذكرناها دي. وفي ادوية تانية كتير بتستخدم في علاج السكر ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل في فيديوهات تانية ان شاء الله. في بعض النصايح المتعلقة بالحياة اليومية لابد من اتباعها لانها بتساهم في جزء كبير من العلاج، زي اننا نظبط النظام الغذائي بتاعنا، فنحاول نكتر من الفاكهة والخضار لانهم بيقللوا امتصاص السكر. نكتر كذلك من شرب المية، نقلل بقدر الامكان من التين والمانجا والعنب والبلح والعصاير والمشروبات الغازية. نبعد تماما عن السكر الابيض والملح والمربى والعسل والحلاوة. نحاول كذلك ننقص وزننا لو في وزن زايد عن طريق ممارسة الرياضة أو على الأقل المشي لمدة نص ساعة يوميا، وعن طريق الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة. دي كانت بعض المعلومات البسيطة المختصرة عن مرض السكر. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله.